مروكي ولد بوسبير. الكرغولي السفيه اذا نطق يعبر عن ما فيه. القصه ديال الكلمه بدات في 1912. المارشال ليوطي المفسد في عهد الحمايه الفرنسيه لقى المغرب دوله ذات سياده ومتشبته بدينها، وهادشي باعترافه في مذكراته، عكس الفوضى والفساد اللي لقاو في الجزائر من 1830. اشنو دار؟ بغى يزعزع العقيده ديال المغرب، جمع النساء من مختلف الدول المستعمره وخطف النساء من البوادي ودار حي للدعاره على شكل سجن وسماه بوسبير. السجن دام 40 سنه فقط وجميع النساء كانوا مكرهين، ولكن الجمل ما كيشوفش حدبته، كيشوف حدبه صاحبه. بويت الدعاره داموا في الجزائر 746 سنه من مختلف الدول المستعمره، واطول مده كانت في العبوديه العثمانيه دامت 400 سنه. وبالضبط في 1531 وفي عهد سليمان القانوني لقى الاسواق فيها الهرج والمرج والدعاره العشوائيه، دار لها تقنين وتنظيم وسماها بيوت الشاي. والسبب هو تلبيه نزوات الجيش الانكشاري الهائج اللي كان ممنوع من الزواج انذاك. ومن بعد بيوت الشاي بدلوا لها الاسم وسموها الكراخانه، بمعنى الامور القادره، ومنها اشتقت كلمه الكراغله. وهذا الشيء في كتب التاريخ العثماني المصادق عليه. وفي مذكره الناقب الفرنسي روزي اللي كان من المستعمرين الاوائل سنه 1830 كيشهد باللي جاو لقاو 3000 عاهره ودعاره منظمه، وكملوا على نفس المنوال، داروا لهم بطاقه خاصه ورسوم الدفع الضريبي. وغير فاش دخلوا الفرنسيين لقاو في الجي العاصمه 46 بيت و79 فندق و600 منزل سري. اللهم لا شماتة، نحن فقط نوضح التاريخ، ومازال غندير فيديو مفصل على هادشي وغنذكر العهر الفرنسي في الجزائر. دابا واش نقولوا لكم الكراخانه ولا الكراغله ولا اولاد الانكشاريه ولا اولاد الجي اللي كانت قبله للفساد؟ لكم الاختيار. الا كان دارك من الزاج ما تضربش الناس بالحجر. المفروض تسبوا المستعمر، ماشي تقولوا لنا ولاد بوسبير. التاريخ لا يرحم.